السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وعلى صحابته أجمعين. برحب بكل مشتركينا الجداد وبنقول لهم نورتونا. بس فين يا ست الكل اللايك الحلو اللي بنستناه منك، علشان ده بيدعم الفيديو جدا. واللي بيشاهد القناة لأول مرة يسعدنا طبعا جدا اشتراكك وتفعيلك للجرس علشان يوصلك منا كل جديد. وبرضو ما تنسوش اللايك الحلو اللي بنستناه منكم، ويلا بينا نعمل حاجة حلوة. أساس يا ست الكل لازم حاجة حلوة كده بعد الفطار. عندنا كوبايتين، بدل ما نطول عليكي عندنا كوبايتين من اللبن. عندي هنا حوالي بالظبط 5 معالق من السكر، كوباية لبن صغيرة كمان. عندي معلقة من القهوة سريعة الذوبان، معلقة نشا، معلقة كاكاو خام، 3 معالق دقيق، كيس فانيليا، معلقة اي مادة دهنية عندك. انا افضل زبدة بس عشان دي طالعة من التلاجة. يلا بينا نعمل حاجة حلوة سريعة من غير فرن، وكمان تعتبر مقاديرنا الحمد لله بسيطة، يعني مش مبالغ فيها قوي. يلا بينا نخش على الطريقة. بسم الله. عندي اهو ال5 معالق سكر. انا بالنسبة لي كده سكرها هيبقى حلو قوي. حطيتهم وهحط كوباية اللبن الصغيرة، معلقة القهوة سريعة الذوبان معلقة كبيرة، وكمان معلقة كاكاو خام كبيرة برضو، يعني من معالق الطعام. تعالي بقى كده ندوبهم كويس في بعض. دوبناها كويس قوي. بصي، الكاكاو الخام مع معلقه القهوه اللي هي سريعه الذوبان بيدوا الاتنين طعم ميكس كده، في الاخر بيطلع لك نتيجه حاجه طعمها ما حصلتش. جبنا بقى الحله كده على الرخامه. بسم الله. هننزل باللبن. احنا لازم ندوب الحاجات كلها على البارد كويس قوي. 3 معالق الدقيق، معلقه النشا. يلا بينا برضو ندوبهم في بعض. بعد ما دوبنا كده اللبن والدقيق، ال3 معالق هرميين على كوبايتين اللبن علشان ما تبقاش خفيفه. كمان نزلت بالخليط اللي انا عاملاه كده. كل حاجه بتتدوب فيها على البارد، وبعد كده هنرفعها على النار. تعالي بقى كده ندوبهم. كمان ننزل بكيس الفانيليا، وبرضه نديهم تقليبه كويسه مع بعض. حطيتها بقى على نار متوسطة، مش نار عالية كمان مش نار واطية، وهفضل اقلب فيها كده لحد ما تدخل معايا. معلقة الكاكاو كانت منخولة علشان الكاكاو ساعات بتعمل زي كتل كده، فلازم تدخليها قبل ما تنزليها في الحاجة بتاعتك. نفضل بقى نقلب فيها كده. بعد حوالي كده 5 دقايق بنزل. هي معلقة اللي انا حطاها بس علشان كانت في التلاجة فطلع بالمنظر ده كده. نفضل بقى زي ما احنا كده مستمرين على التقليب. طبعا دلوقتي الزبدة بتاعتي هتسيح من سخونية الحلو بتاعنا. بدأت تدخل معايا اهي زي ما انت شايفة كده. هحطها بالمعلقة. تعالي نشوف القوام بتاعها بقى اللي خلاص كده. بصي، ده كده بيبقى القوام بتاعها، ما فيهاش تكتلات ولا حاجة اهي. تحريك بس مستمر علشان طبعا ما تكلكعش. هي كده بالنسبة لي خلاص. جبت بقى كده الكاسات بتاعتي ايا كان طبعا هتحطي في ايه. بسم الله. ما نسيبهاش في الحله علشان طبعا شويه وهي هتبدا تتجمد، فما نسيبهاش في الحله. انا على طول طفيت النار كده وبدات اصب فيها في الكاسات بتاعتي. وبس كده زي ما انت شايفه سهله وبسيطه. انا الصراحه وانا جايه النهارده كده نفسي وانا صايمه بحس كده الواحد نفسه بتروح على اي حاجه سبحان الله. فانا نفسي جت على حاجه كده فيها شوكولاته، فقلت ايه طب ما انا اجيب واعملها زي ما كنت بعملها. انا على طول بعملها في الصيف، تبقى حاجه كده مرطبه وحلوه. بصي بقى هنا كمان جبت بسكوت، اي بسكوت كده عندي. جبت البسكوت ده كده وقلت للتزيين برضو حاجات مش مكلفة قوي، بس يعني اديها بتبقى حاجة حلوة. هنزل بشوية جوزة الهند كمان، شوية جوزة الهند كمان كده، وبرضو شوية مكسرات خفيفة. انا هنا ما بكترش يعني الحاجات اللي بحطها علشان الشكل يبان، بس والله بتبقى طعمها حلو جدا. وشوية كده مكسرات من اللي احنا برضو عاملينها على القناة هفضل اقول فيها لحد ما رمضان يخلص. وهي دي يا ست الكل بحاجات بسيطة كده عملنا احلى تحلية
لبعد الفطار. وانتي بقى لو عجبتك القناه والاشتراك، طبعا لو عجبتك القناه ما تنسيش الاشتراك فيها وتفعيل الجرس ليوصلك منا كل جديد. واوعي طبعا تنسي اللايك الحلو اللي بنستناه منك. بصي سهله وبسيطه وما اخدتش مننا اي وقت، في ثواني هتعمليها. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.